السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم بغيت نشارك معكم بانكيك كيجي ناجح 100%، كيجي رطب كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنتنيه على 4 وما كيطراليه والو. كيجي بنين والمقادير ديالو اقتصادية وساهل، دغيا دغيا كيوجد بلا بدون تعقيدات. قبل ما نبداو غادي نبداو بالصلاة على الحبيب المصطفى، وعلى بركة الله غادي ندوزو باش نتعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير. هنا خديت واحد الاناء وغادي نضيف هنا جوج ديال البيضات. غادي نزيد عليهم شوي قبصه ديال الملح شويه باش كنصحح الذوق. وغادي نضيف هنا جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات. غادي نضيف خنيشه ديال الفاني، غادي نسمو بخنيشه ديال الفاني. غادي نطرب هاد المكونات كامله غير شي شويه على ما تخلط لي هذاك البيض مع السكر سنيده صافي. وغادي ندوز باش نضيف الحليب. هنايا غادي نضيف حليب. هنايا عندي كاس ديال العنبه زائد كاس الا ربع ديال العنبه ديال الحليب، يعني رابعه ديال الحليب. الا عبرتوها بالكيسان راه كاس ديال العنبه، وغنزيد عليه كاس الا ربع. من بعد غادي نضيف 5 المعالق كبار ديال زيت المائده. غادي نخلط المكونات كامله وغادي نضيف في الاخير الدقيق. هاد الكاب هاد البانكيك دغيا دغيا كيوجدوا، ما كياخدوش منا وقت كتير. هنا غادي نضيف الدقيق، عندي هنايا 4 ديال الدقيق اولا 250 غرام ديال الدقيق. غنضيف بشويه بشويه. الدقيق راه غربلته من قبل، ومن الاحسن يكون خاص بالحلويات. وغادي نضيف معاه خنيشه ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام. الا عندكم من فئه 7 غرام ديروها ماشي مشكل. غادي نخلط مزيان حتى غادي يمتزج ليا الخليط كله، ما يبقاوش يبانوا عندي هذوك الحبيبات ديال الدقيق. تقريبا بحال كنخلطوا الكيك، ولكن كيكون شويه عاقد. هنا غادي نزيد نخليه كيف ما قلت لكم واحد ثلث ساعه 20 دقيقه حتى ل 15 دقيقه. كيزيد مازال يعقد باش ملي كنكونوا كنطيبوا فيه ما كيسيحش لينا بزاف، وكنتحكموا في الكميه اللي بغينا او في الكبر اللي بغينا. هنايا انا ما تسنيتش عليه مباشره، دزت طيبته مع ذلك جا مزيان. خديت واحد المقله ما كتلصقش وخويت فيها شويه من الخليط. هنا غادي تسناو عليه حتى غادي يشكل هذوك الفقاعات من الفوق وتحسوا به طاب. غادي يطيب على نار مهيله، خص النار تكون مهيله، يطيب على خاطره باش ما يتحرقش ليكم صافي. وغادي نقلبوا باش يطيب على الوجه الاخر. هذا هو الطياب ديالو. كيطيب غير جوج مرات. المره الاولى ملي كنخويوه في المقله كنحسوا به طاب وتحمر، كنقلبوه على الوجه الاخر على نار مهيله. الا ما عرفتوش الوقت ديالو مره هزوا شويه بسباتول شوفوا واش طاب ولا لا، باش ما يتحرقش ليكم، حيت الا غفلتوا عليه راه كيزيد يتحمر بزاف وكيتحرق صافي. هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا من الاحسن كيف ما قلت لكم خليوه واحد ثلث ساعه باش كيزيد الخليط كيعقد. وكتحكموا في الكميه، بغيتوا ديروهم صغار ديروهم صغار، بغيتوا ديروهم كبار ديروهم كبار صافي. هنا غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي ندوز باش نزينهم. هنا بعد ما طيبت الكميه اللي عندي كامله، هنايا راه الكاميرا ما صورتش ليا، زينت الكميه بالصوص ديال الشوكولا، والاخرى خليتها كيف ما هي حيت عندي ولدي الصغير ما تيبغيش الشوكولا. شفتوا كيفاش كيجيو رطبين، كيجيو راك شفتوهم تنيتهم على 4 وما طرا ليهم والو، واقتصاديين ولداد. زينوا باش ما بغيتوش تقدروا تزينوهم بالكريم باتيسيير بالفخوي. تاخذوا بانكيك وحده ودهنوها بالشوكولا وتضيفوا عليها وحده اخرى حتى هي كتجي مزيانه. مهم لكم الاختيار، زينوا باش ما بغيتوا. المهم الاساس هو الطريقه والمقادير صافي. هنا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي جيم وشجعوني بلي كومونتير، راه في الحقيقه كيفرحوني بزاف مني كتخليو لي شي كومونتير.
وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي كنقول لكم اشتركوا في القناة، مرحبا وألف مرحبا، وضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد. حتى لهنا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو، كنتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.